فتحوا كافيه، فتحوا كافيهات صغيره وبيبقوا عاملين حاجات تشرب فيها كافي، تشرب فيها حاجه، تقعد تذاكر فيها، تقعد تشتغل فيها. فشفت برضو احنا الفضل يرجع لينا احنا كستات برضو. هو بصراحه يعني بص، هو فعلا الكافيه ملتقى لكل الناس من كل الاعمار وكل الاجناس. دي حقيقة. بتلاقي فيه الشباب، بتلاقي فيه الامهات، بتلاقي فيه الاطفال، بتلاقي لكن احنا بنحب القهوه البلدي ونقعد نلعب عشرتين طاوله. ده لا انت بتحب القهوه والنبي اطلبوا لنا قهوه يا جماعه. اهو ده ما جايبين لي نسكافيه مؤقتا يعني. مش همشيها القهوه بتاعتي. ما نمشيها المره دي. طب خليني اقول لك بقى على حاجه كمان، ان بتعجبني بقى دلوقتي يا جماعه في الكافيهات كمان حاجه حلوه قوي. ايه بقى؟ ببقى خارجه مع صحابي بقى، معاهم برضو اطفال صغننين كده حلوين، الاطفال احباب الله، فبيبقوا قاعدين طبعا مش عارفين نتكلم، مش عارفين نعمل اي حاجه، دوشه. فعاملين بقى كورنر كده للاطفال يقعدوا بقى يلعبوا. اقول لك حاجه والله العظيم ساعات بطلع العب معاهم واسيب اصحابي قاعدين تحت. ايوه والله، انا ليا واحد صديق عنده كافيه فعلا، ده عامل كيدز اريا بقى. بس أيوة. بيعملوا فيها ايه؟ مش بيلعبوا، ده بيخليهم يقعدوا يعملوا اكل، يلونوا كمان. لا ده عامل لهم يعملوا بيتزا. ايه ده، احنا عايزين نروح عجاين. والله العظيم بجد. او نجيبوا الكافيه فكان بتاعنا. الموضوع لذيذ جدا، وانا كنت بسيب الناس تطلع فوق فعلا.